السلام عليكم، شلونكم؟ اليوم راح اسوي وياكم كيكة البركانية مع صوص الكاكاو او صوص الشوكولاتة بطريقة سهلة ومقادير بسيطة متوفرة بكل بيت. ولا تنسون لايك للفيديو والاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل فيديو انشرها جديد. والمقادير اكتبها بصندوق الوصف باليوتيوب. واللي يتابعني بالتيك توك لا تنسون قلب الأحمر والإكس بلاور والمشاركة بين الأهل والأصدقاء. نشوف المقادير وطريقة العمل. أول شي أحضر المواد الجافة. أحتاج كوبين طحين، هاي أول الكوب لازم ننخلها، وهاي الكوب الثاني. ضروري ننخل الطحين مرة أو مرتين. وهنا أحتاج ملعقتين كبار من النشا، ملعقة الطعام، وأحتاج ملعقتين من الكاكاو. استعملت الكاكاو الخام، وظرفين بيكنج باودر كل ظرف بيها 10 غرام. أي نوعية الكاكاو موجودة بالبيت تقدرون تستعملون، بس كاكاو الخام يصير شوية كيكة طيب بيها، أطيب يصير. وبنات ضروري ننخل الكاكاو والنشا لأن دائما يصير بيها تكتلات. هنا كملت نخلطها، أخلطها بالملعقة شوية وخليها بطرف. بإنجانة تانية أو الكاسة أحضر الباقي المواد. أحتاج 3 حبات من البيض. لازم البيضة تكون بدرجة حرارة الغرفة، نطلعها قبل الوقت. إذا هم نطلعها يعني ما عندنا وقت نخليها شوية بماء دافي، ب10 دقائق نخليها بماء دافي. يلا نستعملها. وأحتاج ظرفين فانيلا كل ظرف بيها 5 غرام. تقدرون تستعملون بدالها فانيلا سائل هم. وكوب من السكر. أخلطها بالمضرب الكهربائي، تقدرون حتى بالمضرب اليدوي هم يصير. تقريبا هنا 3 دقائق ظليت أخلط بيها إلى أن يتغير لونها وذاب السكر، صار قوامها أبيض مثل الكريمي. وهنا عندي نص كوب من الزيت، أضيفه على كيفي، أضيفه وأخلط إلى أن أخلص كل الكمية الزيت ويتجانس المواد. وعندي بعد كوب من الحليب، ملعقتين حليب الباودر كملت فوقها المي. أخلطها وأضيفها لأن هنا المي شوية بارد فصارت عندي الحليب اتكتلت، بس مو مشكلة، من أخلطها ويا الباقي المواد هم يعني تتجانس. تقدرون تخلون بدال المي بارد مي دافي حتى الحليب بسرعة ينحل بيها. هم أخلطها تقريبا دقيقة. وراها أضيف المواد الجافة اللي خلطناها. ضفت نص كمية الطحين، أخلطها إلى أن تختفي الطحين وأضيف باقي الكمية. هنا ضفت باقي الكمية الطحين. وهنا ضفت ملعقة من الخل أبيض على مود ينطيها هشاشة للكيك، هم زفرة البيض. وهنا عندي نكهة الشوكولات، طبعا اختياري حسب الرغبة، إذا متوفر ضيفوها. ملعقة صغيرة خليت من نكهة الشوكولات. هم أخلطها إلى أن تختفي كل كمية الطحين. وطبعا الفرن مشغلتها قبل لا أشتغل بالكيكة، درجة حرارة 180، مشغلتها من الأسفل. ضروري نحمي الفرن. الكيكة العادية لازم يكون الفرن حامي. وهنا عندي القالب قياس 28، قالب الجرانيت. خليت ملعقة من الدهن بالفرشة، دهنتها كل أطراف القالب. وأخلي ملعقة من الكاكاو أرشه للقالب. تقدرون تخلون بس الطحين، أنا خليت هنا الكاكاو لأن أريد الكيكة من أقلبها يصير لونها شوية طوق، فاستعملت الكاكاو. بالطحين هم يصير، كل مرة أخلي الطحين هم. وخليت شوية طحين هم من الطرف، الكاكاو والطحين خليت. هنا صبيت العجينة بالقالب، لازم نصب كل الكمية. وراح أدخلها للفرن. قبل لا أدخلها شوية بالعود الخشبي أحركها حتى ما يبقى هوا بداخل القالب. سوي هاي الخلطة وأطرق القالب للكاونتر حتى يطلع كل الهواء اللي بداخلها وداخلها للفرن. وخليتها بالرف الوسط، درجة حرارة 180، شغلتها بس من الأسفل. تقريبا ما أفتح الفرن، ورا 40 دقيقة أفتح أشيكها. هنا ورا 40 دقيقة أشيكها، شفتها بعدها ما مستوي، فرجعتها بعد 10 دقائق. وراح أحضر الصوص الكاكاو أو صوص الشوكولاتة لبين ما يستوي عندي الكيك ويبرد. أحتاج خلاط الكوكتيل أو خلاط العصير مال طماطة. خليت هنا كوب من السكر ونص كوب من الكاكاو الخام و4 ملعقة من الحليب الباودر. واحتاج ملعقة الكوب من
قهوة سريع الذوبان. أي نوعية القهوة موجودة بالبيت ينطي نكهة كلش طيبة للصوص، وكوب من الزيت وكوب مي. أكواب اللي استعملتها بالكيك وبالصوص كلها 250 ملي، أكواب القياسية. وهنا خليت ملعقة صغيرة من نكهة الشوكولات، وخليت ملعقتين كبار من الكريم شانتيه. أخلطها تقريبا 3 دقائق. هنا خلطتها تقريبا دقيقة، نزلتها شوية خلطتها وحركتها شوية بالسباتولا حتى أنزل اللي بالأطراف، وأرجع أشغلها مرة ثانية تقريبا دقيقتين. كلها تقريبا 3 دقائق أخذت الخلط. ضروري هنا بنات تستعملون الكاكاو الخام، لأن كاكاو خام يصير قوامها ثخين شوية، إذا كاكاو محلى ما يطلع هيج قوامها ثخين. هنا أفرغها بالعلبة، خليها شوية بالثلاجة إلى أن يتماسك شوية يبرد، لأن بعدها حارة شوية يصير خفيفة، من يبرد يتخن أكثر. ضروري نخليها بالثلاجة. أنا خليتها للفريزر تقريبا، خليتها نص ساعة بالفريزر. وهاي قوامها بنات بعدها دافي، من يبرد يتخن أكثر. أنا دائما هاي الصوص استعملها حشوة الكيك اللي أسويها بالكيك الإسفنجية، استعمل هاي الصوص بالحشوة. هنا الكيك استوى، طفيت الفرن بس ما أطلعها، خليها فد 10 دقائق شوية يبرد أو يدفى، يلا أطلعها، لأن إذا راسا أطلعها يهبط الكيك عندي. فطلعتها ورا 10 دقائق شوية، أهز القالب أو أحركها حتى يلا أقدر أقلبها. هنا قلبت الكيكة، شوفوا ما شاء الله الكيكة مستوية، طبعا مو محروقة لأن هاي الكاكاو اللي رشيناها بالقالب هيش طلع لونها أسود. أخليها يبرد تقريبا فد نص ساعة، وراها راح أصب الصوص اللي سويناها. بنات هاي قوام الصوص ورا ما برد ما شاء الله صارت كلش تخينة. هاي قوامها وطعمها كلش طيب بنات، جربوها وألف عافية اللي يجربها. هنا أنا ما استعملت كل الكمية، تقريبا ربع العلبة بقت، استعملتها تاني يوم بالحشوة الكيك، لأن طعمها كلش طيب أحسن من اللي نشتريها من برا. تقريبا طعمها مثل النوتيلا هيجي. هنا صبيت الصوص للكيكة، والتزيين حسب الرغبة، ايش موجودة عندكم بالبيت تقدرون تزينون بيها. أنا عندي حبيبات من الشوكولاتة خليت شوية بالنص، وعندي شوية فرماسيلو تزيين بسيط خليت بيها. وأدخل الكيكة بالثلاجة تقريبا فد ساعة، وراها أقدر أقدمها، لأن شوية أريدها يبرد والصوص يتماسك بيها أكثر. أنا راسا قطعتها ما خليتها بالثلاجة، لأن حبيت أخلص الفيديو فراسا قطعتها. وهنا عندي هاي الفرماسيلو الأصفر، عندي بس ألوان يعني الدوائر أو القلوب أو النجمات هيجي يعني بيها، كل النقشات بيها. خليت رشة خفيفة وتزيين بسيط. وهاي شكلها، شكل النهائي للوصفة اليوم. شكلها حلو، طعمها كلش طيب ما شاء الله، حجم عائلي. وراح أقطعها وياكم تشوفونها حتى من الداخل هم. بنات لا تنسون لايك للفيديو، لايكاتكم ترفع الفيديو وتشجعني أنزل فيديوهات أكثر. وأشكر كل تعليقاتكم الحلوة اللي مثلكم الفيديوهات اللي قبلها ما شاء الله، يعني كانت حيل حلوة التعليقات من عندكم، وأشكركم. وهنا قطعت الكيكة حتى تشوفون الصوص اللي تنزل من الداخل، هاي أحلى شي بيها. وهاي شكلها وطعمها كلش طيب، كيكة كلش هشة اسفنجية وكلش طيبة. جربوها وألف عافية اللي يجربها. ناخذ بنص صوصها منخلي فوقها. وهاي الشكل النهائي للوصفة اليوم. لا تنسون لايك للفيديو والاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل فيديو أنشرها جديد. انتظروني فيديو جديد إن شاء الله، ومع السلامة.